ممكن اسهى في النص او اتكلم في مصطلح يعني بيبقى بعض الناس مش عارفاه. فانا ممكن اكون هختصر كم مختصر، يعني كم مصطلح في الاول كده، وان شاء الله هتاخدوهم في سلايدز برضو، هتاخدوهم المره اللي جايه، او يعني استاذه مهتاب هتتواصل معاكم او تبعتها لكم على الجروب المصطلحات اللي اتقالت في خلال السيشن. وهقولها دلوقتي على السريع كده، ايه اللي ممكن اقوله انا وانا شغال. وبرضو وانا شغال هحاول افتكر ان انا اترجم اي حاجه اتقال. مبدئيا كده مثلا مصطلح زي ريتش. ريتش يعني ظهور. امبريشن، الفرق ما بين الريتش والامبريشن بسرعه كده. الريتش عدد الناس اللي بيوصل لها، والامبريشن عدد الناس اللي بيوصل الريتش هو عدد الناس اللي بيوصل لها الاعلان، اما الامبريشن هي عدد مرات ظهور الاعلان للاشخاص. في حاجه اسمها فريكوينسي، هو الشخص الفريكوينسي ده هو الشخص شايف الاعلان كام مره. في حاجة اسمها اللينك كليك، وده ال الشخص ضغط على الإعلان، يعني الشخص اللي ضغط على الإعلان حتى لو ضغط عليه 10 مرات، فهنا ده لينك كليكس. أما لو أنا اخترت يونيك لينك كليكس أو جيت قلت يونيك لينك كليكس، فهو لو نفس الشخص ضغط على إعلان 10 مرات، دي بالنسبة له يونيك لينك كليك هيعدها واحدة بس. معلش أنا بادئ بسرعة شوية، يعني أنا بادئ متأخر. فهنا عندنا اليونيك سي تي ار برضو نفس الفكره، الكليك ثرو ريت، يعني نسبه الضغط مقابل الناس اللي شافت الاعلانات، يعني نسبه الضغط على الاعلان في مقابل الناس اللي شافته. يعني لو شافوا 1000 بني ادم، فاللي ضغطوا على الاعلان مثلا 100، ففي الحاله دي يبقى السي تي ار بتاعي 10%. تمام، اللي هو الكليك ثرو ريت. هنشرح المصطلحات دي وانا بتكلم يعني اكتر من كده، بس انا قاصد اديها لكم في الاول، يعني ايه تبقوا عشان لو قلتها في وسط السيشن. اللاندنج بيج فيو هي كل حد عمل لينك كليك ونزل على البيج او على اللينك اللي انا بعته عليه، والبيج حمل معاه بنجاح. حمل معاه بنجاح يعني ايه؟ يعني لو كان في صورة او فيديو فهي حملت معاه. تمام. طيب الكونتنت فيو دي معناها ان هو مش مجرد حمل بنجاحه بس، لا ده دخل وشاف الكونتنت او البرودكت اللي انا بعته عليه، اللي هو المنتج اللي انا بعته عليه. اللي تشيك اوت ده حد بدأ يحط بيانات الدفع بتاعته. البروتشيس ده حد اشترى. الرو از ده ريتيرن اون اد سبيند، يعني العائد على المصروف الاعلاني. تمام. الار او اي ده الريتيرن اون انفستمنت، تمام، العائد على الاستثمار. كونفرجن يعني تحويله. عندنا فاليو مثلا لو اتقالت جنب اي حاجه معناها قيمه. عندنا في حاجه اب سيل وكروس سيل. الاب سيل هنشرحه والكروس سيل هنشرحه، يعني بغض النظر عن معناه. وهنتكلم على الكاستم، على الكاستم اودينس وعلى اللوك لايك. طيب مبدئيا انا بالنسبه للكومنتس مش هرد عليها دلوقتي، اوكي؟ خلينا زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، يعني اوكي سيب الكومنتس بتاعك، هنلحق ان شاء الله في اخر السيشن نرد على الكومنتس. وفي نفس الوقت عشان بس ما نتطرقش لمواضيع اخرى من دلوقتي ونضيع وقت. تمام، يعني خلينا النهارده ان احنا نخلص الحته بتاعت الاوتومايزيشن، عشان ممكن يكون فيها برضو ايه كلام كتير. تمام. طيب، وبالاخص لو الكومنت بعيد عن الحته اللي انا بحكي فيها، هيبقى صعب ان انا افصل واروح للحته دي. تمام. بصوا، برضو انا حابب اقول لكم، يعني المفروض ان احنا كنا طلعنا كامبين لايف. مع الاسف انا اللي عندي كانت الظروف ما تسمحش ان انا حاليا في الوقت الحالي مش شغال دروب شيبنج بالقدر المستطاع. يعني مشغول في اكتر من حاجه في شغلانه. بس عندي كامبينز موجوده فيها ارقام، وده اللي احنا عايزينه. يعني الفكره مش في فكره ان احنا نطلع كامبين لايف وبتاع، لا انا اوريدي يعني في كامبينز معموله فيها ارقام، نقدر نقرا الارقام دي ونستنتج منها حاجات واحنا مع بعض. هي نفس الفكره بتاعت الكامبين اللايف. تمام. معلش هو الوقت والله ما سعنيش، بس مش اكتر. طيب ده اكونت احنا كنا شغالين عليه. تمام. يلا. خلينا نتكلم الاول ان يعني ناخد شويه مايند سيت. انتوا عارفين ان انا بحب ابدا دايما بشويه مايند سيت. انا لو هتكلم قبل ما اتكلم على الاكونت وعلى الارقام، الموضوع هنا تكنيكاليتي.
بس اللي يهمني قبل التكنيكاليتي برضو ان انت تبقى فاهم انت عايز ايه من الفيسبوك وعايز ايه من الويب سايت بتاعك. لان الفانل عندك مقسوم على اتنين: حتة الفيسبوك مسؤول عنها ان هو يلبيها لك، وحتة تانية الويب سايت بتاعك هو اللي مسؤول ان هو يلبيها لك. تمام. طيب. اول حاجة هنخلينا نقول ان هي اسمها اون فيسبوك بيج او اون فيسبوك. تمام. الحاجة اللي مسؤول عنها الفيسبوك، احنا زي ما اتفقنا احنا بنشتري من الفيسبوك امبريشن او ريتش، صح كده؟ وقلنا امبريشن بمعنى ادق، احنا بنشتري امبريشن يعني بنشتري عدد مرات ظهور اعلان. بس اللي انا عايزه من الفيسبوك في الاخر، هو انا عايز اخر حاجه عايزها منه هي اللينك كليك. طب انت مش عايز بروتشيس؟ اكيد انا عايز بروتشيس، انا عايز ان الناس تشتري. ولكن ايه اللي انا اقدر اطالبه بيه واللي هو مسؤول عن تحقيقه؟ هو اللاندنج بيج فيو. يعني لو هروح من اول لينك كليك اللاندنج بيج فيو هتبقى الحته دي. طب ايه الفرق اصلا ما بين اللينك كليك واللاندنج بيج فيو؟ هو مبدئيا بس حد يعرف وايت بورد او يو ار ال يعني او اي ويب سايت لوايت بورد ممكن نشخبط عليه واحنا قاعدين بنتكلم؟ لو حد يعرف يكتب في الكومنتات بعد اذنكم. طيب، عبال لما نشوف حد هيكتب ولا لا. المهم يعني دلوقتي انا عندي حاجه اسمها لينك كليك. لو بصينا كده على اللي قدامنا، خلاص خلينا نتعامل على اللي قدامنا. تعالى كده، هتلاقي عندك حاجه اسمها يونيك لينك كليك. سيبك من اول كامبين دي، خلينا نفتح الكامبين دي مثلا. دي اكتر كامبين جايبه ريزلت زي ما انت شايف. تمام، خلينا نفتح الكامبين دي. طيب، هنيجي هنا يونيك لينك كليك، شايفها؟ دي معناها ان الكامبين دي كلها على بعضها فيها الاد جروب ده جايب 96 لينك كليك و1391 لينك كليك من الاد جروب ده. طيب، يعني ايه لينك كليك؟ يعني حد داس على الرابط بتاع الاعلان. مظبوط. طب ايه الفرق ما بين اللينك كليك واللاندنج بيج فيو؟ هنا الاثنين ال 96 دول، 92 منهم حملوا الصفحه معاهم بشكل كويس، ودي نسبه طبعا فوق يعني نسبه حلوه جدا. يعني من ال 96 اللي ضيفوا على اللينك، في 92 الصفحه حملت معاهم بشكل محترم جدا زي الفل. هنا من ال 1391 واحد اللي داسوا على اللينك، منهم 1370 شخص الصفحه حملت معاهم بحاجه. طيب دي لو عطتني مؤشر هتديني مؤشر ان اللاندنج بيج بتاعتي سريعه، ما فيهاش مشكله لا في الصور ولا في الجافا ولا في الفيديوز ولا فيها اي حاجه. فدي مبدئيا ده مؤشر كويس ان انا عندي اول مؤشر بالنسبه لللاندنج بيج كويس. طيب، هنيجي معلش انا بفصل شويه. المهم نرجع تاني لفكره انت عايز ايه من الاون بيج. انا عايز لينك كليك. اللاندنج بيج فيو انت كده اوف بيج او اوف بتاع يعني بره الفيسبوك او عن خارج عن اراده الفيسبوك. يعني الفيسبوك جاب لك 96 لينك كليك، لو لقيت انت هنا ان في 20 لاندنج بيج فيو بس، اعرف ان انت عندك مشكله. مش الفيسبوك هو اللي عنده مشكله، لا انت اللي عندك مشكله. كل ما هو قبل كلمه ريزلت، كل اللي انا حاطه في العمود ده هنا قبل كلمه ريزلت فيما يخص فيسبوك. تمام. بعد كلمة ريزلت فيما يخصك انت. يعني الموضوع مقسوم على اتنين. طيب، ايه اللي مسؤول عن نرجع تاني، ايه بقى العوامل اللي جوه الفيسبوك اللي هو مسؤول عنها؟ تمام. اول حاجة لو بصيت عليها كده، انا هنا حاطط الريتش. خلاص الريتش عشان ابقى عارف انا جبت قد ايه. نيجي هنا للسي بي ام او الكوست بير امبريشن او بير 1000 امبريشن. تمام. يعني ايه؟ يعني التكلفة مقابل كل 1000 ظهور. وده الحاجة الحقيقية اللي انت بتحاسب عليها. انت بتحاسب على ال1000 ظهور. فانت هنا لو جيت اهو بمنتهى البساطه كده، بص، انت هنا ال1000 ظهور بتدفع عليهم 208 جنيه و17 قرش. تمام. جايب كام؟ جايب 6788. بس ده ريتش مش امبريشن، عفوا، ده ريتش. فهتلاقي النتيجه مقاربه. يعني المهم يعني هتلاقي نفسك دافع 1413. لو نزلنا السبند هنا، خلينا ننزل السبند وهننزل الامبريشن بس عشان تبقى الحسبه مظبوطه صح، عشان تبقى فاهم الميتريكس اللي قدامك دي. احنا النهارده هنقرا داتا وعلى اساسها هنعرف المشكله فين لو عندنا مشكله. تمام. وهنعرف نوقف ولا نشغل ولا نكمل ولا هنعمل ايه بالظبط.
اروح كده على الامبريشن دي احطها فوق، خليها مع خليها هنا، خلاص، وخلي السبنت هنا. اهو. بص احنا كنا مطلعينه كام؟ مطلعينه 1413 لما كنا حاسبينه على الريتش. تعالى نحسبه على الامبريشن كده، هيطلع نفس الرقم ده بالظبط. يعني ادي كده عندنا 208.17 في الامبريشن بتاعتها كانت كام؟ 7006. تطلع 1458، اللي هي 1458 هي قدامك في الاماونت سبنت. فده المعيار الحقيقي اللي انت بتتحاسب عليه، مش ده، سوري عفوا، ده الامبريشن. تمام. طيب السي بي ام اهميته بالنسبه لي ايه؟ السي بي ام يعني لو ضارب، يعني ايه ضارب؟ يعني انت دلوقتي هنا شفت ان الافريج بتاعتك 177 208، الافريج بيلعب في افريج كام؟ 190 200 220. تمام. طب انت جيت لقيت فجأة ان السي بي ام بتاعك ده طلع ل 400 و500 و600. حلو كده، اذا انت عندك مشكله في السي بي ام. طب المشكله في السي بي ام ده حلها ايه؟ واحده واحده. لو انا عندي مشكله في السي بي ام، السي بي ام ده بيدفعني على كل 1000 ظهور. هو من مصلحته ان هو يدفعك اقل عشان تفضل مكمل معاه، عشان تفضل تعمل اعلانات عنده. طب لما هو يجي تلاقي السي بي ام ده ضارب، ده معناها حاجات كتير مؤديه لده، ولكن اهم عامل فيها ان غالبا الاودينس بتاعك مش مناسب. ده باعتبار ايه؟ يعني ركز معايا، لو بتكتب في ورقه وقلم اكتب الكلام ده. لو السي بي ام بتاعك ضارب، ايه الاحتمال الاكبر ان يكون السبب ان السي بي ام ضرب؟ الاحتمال الاكبر ان المشكله في الجمهور نفسه. تمام. هتيجي تقول لي طب انا طالع الاد جروب ده جنرال اصلا، يعني انا مش جنرال. هقول لك تمام، امتى تقول ان المشكله في الجمهور نفسه وهي بنسبه 90% في الجمهور؟ لو انت السي تي ار بتاعك تمام، السي بي سي بتاعك تمام، بقيه الميتريكس كلها ماشيه زي الفل، بس ده اللي ضرب، يبقى هنا خلاص هي باينه ان هي اودينس. غير يا معلم وحط انترست. تمام. هو حطك في بوكيت اوف اودينس مش مناسب ليك اصلا. وارد ان تكون الايدج اللي انت حطيته اصلا مش مناسب. تمام. بس انا بحاول ادي لك الفكره في ايه، ان لو سي بي ام هو اللي ضارب، فلو بقيه العوامل تمام، الكلام ده في حاله ان بقيه العوامل تمام، يبقى المشكله في الاغلب هي اودينس. حلو. اودينس يعني هروح العب فين؟ هلعب في الاج جروب. تمام. طيب نيجي هنا للفريكوينسي. في الفريكوينسي ده معناها ايه؟ عدد مرات ظهور الاعلان لنفس الشخص. هنلاقي ان الافرج بتاعي 1.3 1.62، وده افرج ما يزعلنيش. طيب في ناس بتتكلم في الحته دي ان هو انت ما ينفعش تسيبه يزيد عن 2. عايز اقول لك حاجه، ان انت في الاول وفي الاخر همك الاساسي هو الرو اس بتاعك كام، او انت الريفينيو اللي انت جبتها او النت بروفيت بتاعتك كام. لو انت مش زعلان في دي والدنيا ماشيه تمام، ان شاء الله يجيب 20. ان شاء الله البني ادم يشوف الاعلان بتاعك 20 مره ولا يشغلك. امتى يشغلك؟ لما تحس ان النتائج بدات تتاثر. تمام. بس في الطبيعي برضو انا بقول لك ما تخليهاش تزيد عن 2 في الطبيعي. بس في بعض الاحيان احنا لما نروح ناحيه الريتارجت، باشا انا عايزها 7 مرات اصلا، انا عايزه يشوف الاعلان 7 مرات مثلا. تمام. مع العلم ان الدراسات يعني بتتكلم ان المفروض ان البني ادم قبل ما بياخد قرار الشراء محتاج يشوف الاعلان 7 مرات. تمام. طيب دي كده ايه الفريكوينسي. نيجي هنا، ده السي بي سي. ثانيه واحده. طيب عايز اتاكد بس من حاجه، ان انتوا شغالين تمام، وان انا عشان ما بقاش بس بكلم نفسي. طيب تمام. طيب نيجي هنا لايه؟ للسي بي سي. ايه السي بي سي دي؟ كوست بير لينك كليك. انا هنا السي بي سي اللي انا جايبها، انا جايب كوست بير لينك كليك. اللي يهمني هو كل واحد داس على الرابط بتاعي يكلفني كام. الاعلان ده مبدئيا، انا اسف ان انا ما قلتش، الاعلان ده مبدئيا مستهدف الامارات، فبالنسبه لكم لو الارقام دي عاليه فاحنا الارقام دي في الامارات. تمام. فالارقام دي مش مصر يعني. طيب السي بي سي ده الكوست بير لينك كليك، هو طبيعي الكوست بير كليك، بس اللي انا مختاره هنا في الميتريكس دي هي كوست بير لينك كليك. هوريكم يعني، انتوا شفتوا انا بختار الميتريكس منين. طيب الكوست بير لينك كليك عندي 14 جنيه، 25 جنيه، اذا المتوسط بتاعه تقريبا حوالي نقوله 20 جنيه. حلو كده. يوم ما الاقيه ضارب او يوم ما الاقيه فيه مشكله، خد بالك انت عندك واجب يومي كده، انت راجل بتاع ارقام.
انت راجل بتاع ايه؟ ارقام. فانت شغلتك داتا اناليزز بمعنى اصح، ولازم تبقى يعني كراجل هتشتغل في الحته دي، سواء بتشتغل دروب شيبر سواء بتشتغل ميديا باير، هتشتغل في الحته دي. فالارقام دي هي يعني حياتك، هي اللي انت لازم تبص عليها ولازم تعرف، والا لو المؤشرات دي ملهاش لازمه وانت بتقفل الكامبين بناء على ان النتائج بايظه وبس، انت مش عارف انت موقفها ليه ولا مشغلها ليه. انت مشغلها عشان كسبانه خلاص، طب لو خسرانه انت وقفتها، طب انت عارف هي خسرت ليه؟ لا. لو الاجابه لا، انت محتاج تعيد حساباتك من تاني، وتبص على الداتا دي من تاني، وتعرف ان انت راجل مهمتك الاولى في القصه دي هي تحليل الارقام ومعرفه سبب العطل فيه. تمام. فدي قاعده لازم تبقى عارفها. لو انت بتقفل الكامبين لمجرد انها خسرت، ومن غير ما تعرف هي خسرت ليه، ولا ايه اللي خلاها تضرب معاك، ولا ايه السبب، صدقني مش هتفرق حاجة عن اي حد. صدقني مش هتبقى، عمرك ما هتتعلم. يعني انا بجيب لك من المختصر المفيد، عمرك ما هتتعلم. حط دايما دماغك في انك تفهم. مش مشكلة، يعني مش مشكلة انت ايه اللي بيحصل معاك، على قد ما المشكلة ان انت لازم تعرف هو حصل معاك ليه. طيب، فاحنا هنرجع تاني نتكلم على السي بي سي اللي هو الكوست بير لينك كليك. دلوقتي الكوست بير لينك كليك ده، مع افتراض ان بقيه الميتريكس مضبوطه، بقيه الميتريكس اللي انا بتكلم عليها هي الميتريكس اللي تخص الفيسبوك. خليني برضو اكتب اقولهم لك كده، الا وهم اهمهم ايه؟ السي تي ار والسي بي ام والسي بي سي. بص الثلاث سيهات دول، سي تي ار سي بي ام سي بي سي، حلو كده. دول اهم الميتريكس اللي تخص الفيسبوك. في حاجات تانية تخص الفيسبوك اكيد، يعني مثلا في بوست انجيجمنت، في مش عارف في الكومنتس، في الشيرز، في الحاجات دي. بس احنا هنا في الحتة بتاعتنا اللي هو احنا بندور على مبيعات، هي دي الحتة اللي تهمنا بجد يعني، او هي دي الفاكتورز الاهم، او الاهم فاكتورز عينك لازم تيجي عليها وتبقى شايف هي مظبوطة ولا لا. دي بيديك مؤشر اصلا عن حاجتك انت في الاول. طيب السي بي سي ده معناه انه لو ضرب في الاغلب وبقيه الميتريكس تمام، ميتريكس يعني بقيه العوامل او بقيه الحاجات اللي احنا بنحطها هنا دي. طيب، ث- ثانيه واحده يا شباب. ثانيه واحده هقفل الشير بس. ثواني خليكم معايا معلش، عفوا. عفوا يا شباب على المقاطعه، معلش. كان يعني في حاجه تقنيه كده. فالمهم خلينا نرجع تاني معلش. طيب، هنيجي هنا نتكلم على احنا وصلنا لغايه الكوست بير لينك كليك. تمام، احنا قلنا المشكله فين. المشكله في لو الكوست بير لينك كليك ضرب، يعني انا قدامي دلوقتي المتوسط 20، لو جاب 50 60، فاذا انا عندي مشكله. تمام، مش ده الافريج بتاعي، مش ده اللي انا شفته. حلو كده. طب المشكله فين؟ كده المشكله على الاغلب هتبقى الكومبيتيشن نفسها. يعني ايه المنافسه او الاوكشن نفسه؟ الاوكشن اللي انت داخل فيه اللي هو المزاد. خد بالك انت مش لوحدك اللي شغال على نفس المنتج، ولو فرضا انت لوحدك اللي شغال على نفس المنتج، مش انت لوحدك اللي شغال في نفس الاندستري. فلو الكوست بير لينك كليك زاد معاك،
غالبا وبقيه العوامل كويسه، غالبا المشكله في المنافسه نفسها. فانت محتاج تغير من الكرييتيف، محتاج تغير من الاودينس، كل العوامل متاح ان انت تغير منها مع الكومبيتيشن. يعني مع الكومبيتيشن انت ممكن تغير في الاد جروب، وتغير في ال وانا كل ده مش عامل شير سكرين، قولوا من المصحف. طيب، سوري، معلش، حقكم عليا، حقكم عليا. تمام. طيب، لو الكومبيتيشن كده شايفين. طيب. معلش يا مهند، استحملنا، معلش معلش، حقك عليا. اه. طيب، فنيجي هنا نرجع تاني اقول لك ان المشكله لو السي بي سي زاد قوي وضرب قوي، فهنا غالبا المشكله هتبقى حلها يتضمن حاجه من الاثنين، يتضمن الكرييتيف ويتضمن الاد جروب. هتجرب مره انك تغير الكرييتيف، ومره تانيه انك تغير السيتنج بتاعت الاد جروب. تمام. طيب، هتخش الاهم متريكس بقى، وهو ده اللي بيثبت لك هي الكامبين دي ناجحه ولا فاشله. تمام. مترك السي تي ار. السي تي ار بقى ده اللي هو الكليك ثرو ريت. يعني ايه كليك ثرو ريت؟ قلنا يعني نسبة الناس اللي شافت الإعلان، كام واحد منهم ضغط على الإعلان. زي ما قلنا، لو في 1000 واحد شاف الإعلان ومنهم 100 بني آدم ضغط على الإعلان، فأنا هنا نسبة السي تي ار بتاعتي 10%. طيب، نسبة السي تي ار اللي قدامنا هنا 1 و41 تقريبا و1 و9. هل ده وحش ولا كويس؟ طالما فوق الواحد أنت تمام. بس طبعا يفضل إن أنت تحاول تزود نسبة السي تي ار عن كده. يعني نسبة السي تي ار كل ما زادت، انت بالعامل ده لوحده او بالفاكتور ده لوحده قادر انك تقلل الكوست بتاعتك للنص. لو العامل ده زاد الضعف، يعني ال1% دي او ال1.5% دي لو قلبت 3%، التكلفة اللي انت دافعها، الكوست بالريزلت اللي انت دافعها، لو نفترض انها 100 جنيه، هتبقى 50 جنيه. طب ليه يا عم الحاج؟ هو ايه اللي يخليها تعمل كده؟ او ليه؟ ازاي يعني؟ يعني اشرح لنا هي ليه لو السي تي ار زادت التكلفة هتقل. دلوقتي احنا اتفقنا ان السي تي ار ده، ان انا هرجع تاني اقول نفس المثال. لو انا عندي 1000 شخص بيدخلوا على الرابط، يعني 1000 شخص بيشوفوا عفوا الاعلان، منهم 100 شخص بيدخلوا على الرابط، فانا نسبة السي تي ار عندي 10%. مظبوط. طيب، لو انا خليت بدل ال 100 شخص اللي بيدخلوا على الرابط دول بقوا 200، لو انا قدرت ارفع النسبة دي واخليها 200، يبقى انا كده عملتهم كام؟ 20%. نسبة السي تي ار بقت 20%. طيب، ال 100 نفر لما كانوا بيدخلوا على اللاندنج بيج فيو، يعملوا لاندنج بيج فيو او يعملوا لينك كليك ايا كان، هنا النسبه متقاربه. تمام. كان بيجي لي منهم 10 مبيعات مثلا. طب لما هيبقوا 200 نفر هيجي لك كام مبيع؟ 20 مبيع. وانت في الاخر بتحاسب على ايه؟ على السي بي ام، اللي هو الايه؟ التكلفه مقابل كل 1000 ظهور. فانت كده كده هتدفع اللي هتدفعه على ال 1000 ظهور دول. يعني لو بتدفع 200 جنيه، دخل عليك يعني، او دخل نفترض دخل 100 زاير من الناس اللي شافت الاعلان، او دخل 200 زاير، انت هتدفع نفس هي ال 200 جنيه. بس الفرق ان انت هنا عملت 10 مبيعات، والناحيه التانيه لما دخل 200 انت عملت 20 مبيع بنفس ال 200 جنيه. اتمنى تكون النقطه دي وصلت لك، او تعرف بسببها اهميه السي تي ار. طب هو السي تي ار ده ليه مهم قوي كده؟ لو تفتكر السيشن اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن الفيجوال او الكرييتيف، كنا بنتكلم ان هو ده الكور والمحرك الاساسي للاعلان. هو ده اهم نقطه في الاعلان بتاع السوشيال ميديا او بتاع ميتا او بتاع الفيسبوك عموما. فكره الكرييتيف نفسها، او يعني دي الحاجه الوحيده اللي انت نوعا ما متحكم فيها، انت اللي بتعملها، انت اللي بتكريتها. تمام. اما بقيه الانفورميشن الموجوده في الاد جروب مش انت اللي متحكم فيها بقدر، يعني هي معموله لك جاهزه. تمام. طيب، فمن الطبيعي ان الكرييتيف ده او الفيجوال ده، كل زي ما قلت لك كده، اتعب شويه فيه المره اللي فاتت، اتعب شويه فيه، واتعب فيه هو اكتر حاجه، وخليه هو مميز قدر الامكان، وحاول تخليه جذاب. كل ما ظبطت ده، كل ما اتظبطت معاك بقيه العوامل اللي احنا بنتكلم فيها، لان هي زي ما بقول لك ده الحاجه الوحيده اللي انت اللي بتقدمها له، هو والكونتنت. ولكن خليني اقول لك ان الرؤيه البصريه يعني في الفيجوال او في الصوره او في الفيديو، هي بتجيب قبل ما عيني تروح على الكونتنت. يعني لو انا ما قريتش الكونتنت، فانا شفت الفيديو من اول لقطه، انا يا حبيته يا ما حبيتهوش. شفت الصوره، فمن اول لقطه يا جت معايا سكه يا ما جاتش. تمام.
فعشان كده بقول لك اتعب في الكرييتيف، لان هو المتحكم في نسبة السي تي ار بشكل كبير. مش هو لوحده، ولكن هو اكبر حد متحكم في نسبة السي تي ار. الكرييتيف بتاعتك والكونتنت بتاعك والفيجوال بتاعك. طيب، لغايه هنا دي الحاجات اللي انت بتبقى طالبها من الفيسبوك، اللي هي الاون فيسبوك، الميتريكس اللي تخص الفيسبوك، والحاجات دي هي اللي انت عايز تحسنها قدر الامكان واللي بتسأل عنها الفيسبوك. اما هتلاقيني حاطط حاجات بعد كلمه ريزلت. كل الحاجات اللي انت شايفها قدامك دي مش بتاعت الفيسبوك، والفيسبوك لا يملك فيها شيء. يعني الفيسبوك ما يقدرش يحسن لك فيها حاجه. تمام. طيب، نرجع تاني. اول حاجه، اول مترك في الاوف بيج، الحاجه بقى اللي هي ايه بره الفيسبوك. يعني انا دلوقتي على سبيل المثال معايا سي تي ار محترم، ومعايا سي بي ام محترم، ومعايا كل حاجه محترمه، حلو وحلوه وزي الفل. بس انا ببص على الكوست بير لاندنج بيج فيو، لقيتها مثلا ضاربه. ادي اول مترك اهو، لقيته ضارب. احنا اتفقنا لو لقيت ده ضارب هيبقى المشكله فين؟ اغلب الظن في البيج سبيد. البيج سبيد عندك فيها مشكله، انت حاطط صور تقيله ما ضغطتهاش قبل ما ترفعها. من عوامل نجاح اللاندنج بيج ان الصوره تبقى خفيفه، ان الفيديو ما يبقاش تقيل. كتر الجي اي اف، او مش تكتر سوري، يعني حط جي اي اف بس اضغطه برضه. اي صوره هترفعها على اللاندنج بيج اضغطها. ليه تضغطها وليه بقول لك لازم تضغطها قبل ما ترفعها؟ دي الاخطاء اللي الناس بتقع فيها. هتأثر على السرعه لما ترفع صوره 7 ميجا غير لما ترفع صوره 50 كيلو، 50 كيلو بايت. ف7 ميجا دي عشان براوزر يحملها فهياخد وقت، هي الموضوع كله ثواني. بس الثواني دي قادره تخليني اخد قرار بان انا اكزit اللاندنج بيج. شكرا، مش عايز اشتري اصلا، كل ده قاعده بتحمل، لا سلام عليكم. تمام. فدي اهم ممكن حاجه تكون مسببه لها، هي البيج سبيد. نيجي للكونتنت فيو. هنا في الكامبين دي كان في مشكله في الكونتنت فيو في الايفنت، فهي مش حاسبه صح يعني. ولكن لو بصينا معلش هنرجع تاني نبص على بقيه الكامبينز. هنا كان عندنا مشكله شويه. هتلاقي بقيه الكامبينز اهي فيها كونتنت فيو اهو. تمام. هنا بس كان في مشكله اصلا في الكونتنت فيو. تمام. بس يعني هنا ايه كونتنت فيو تاني؟ الكونتنت فيو هي الناس اللي دخلت على صفحه المنتج. صفحه المنتج، الناس اللي دخلت على صفحه المنتج. فانا دلوقتي المفروض ان انا عندي 91 لاندنج، سوري 91 ريزلت. لا، عندي 1370 لاندنج بيج فيو. فهشوف نسبتهم كام. تعال نشوف في كامبين تانية، معلش الكامبين الاولانيه كده مثلا. تعال نبص، انا عندي هنا 1689 لاندنج بيج فيو، عندي 1744 كونتنت فيو. هنا الرقم نوعا ما يعني اكتر من ده. تمام. بس هو مش يعني برضو هنا الارقام هتلاقيها اكتر من ده. هتلاقي هنا في حاجات ايه مش مظبوطه قوي. بس عايز اقول لك يعني ان نسبه اللاندنج بيج فيو من نسبه الكونتنت فيو تقريبا بتتكلم في 100% او 99%. لان هو هنا الفكره اللي بينزل على البيج هقول لك. هنا السبب في ان الارقام دي طالعه اعلى ايه، مع ان بالمنطق المفروض الارقام دي تطلع اقل. السبب ان انا منزله اصلا على البرودكت بيج، فهو بالنسبه له لاندنج بيج فيو وفي نفس الوقت كونتنت فيو. بس واضح ان هو الكونتنت فيو بيحسبه مش يونيك. يعني هنا مش يونيك كونتنت فيو. تمام. فهو ممكن نفس الشخص شاف نفس عمل سيشن جديده وخلاها زياده. بس انا اقصد ان تقريبا 100% في الكامبينز دي اهي اللي قدامك من اللاندنج بيج فيو، 100% منهم عملوا كونتنت فيو. فدي رقم لطيف. انا لغايه هنا ماشي تمام، يعني لغايه هنا خلاص عمل لاندنج بيج فيو وعمل كونتنت فيو. لان انا زي ما قلت لك انا منزله على يو ار ال في المنتج على طول يعني. تمام. طيب، طب لو الكونتنت فيو كان عندي فيه مشكله، لو انا الكونتنت فيو كان عندي فيه مشكله، هتبقى غالبا المشكله فين؟ برضو غالبا المشكله يا اما الجافا سكريبت، الحاجات الكودينج او الفيديوز او الصور تاني فيها مشكله. تمام. يعني نفس الفكره بتاعت اللاندنج بيج فيو هي نفس فكره الكونتنت فيو. طيب، هنا دي كوست بير كونتنت فيو. طبعا انت شايف الكوست بير كونتنت فيو في الكامبين الاوليه 38000. 38000 جنيه ده عشان خاطر ان الكونتنت فيو اللي محسوب هنا واحد. لكن خلينا نتكلم على الافريج. فزي ما انت شايف كده في 32 جنيه، 38 جنيه، 39 جنيه، 30 جنيه. ده الافريج. تمام. البتاع كل كونتنت فيو بيكلفني كام؟ طيب،
نيجي هنا للبروتشيسز، انا عامل 66 بروتشيسز. طيب 66 مثلا في الكامبين دي 66، في الكامبين دي 92. الكوست بالريزلت هنا مكلفاني احسن لطيفه 414، الريزلت الواحده مكلفاني 414 جنيه. تمام. الرو از هنا مكلفني 3. سوري، الرو از هنا عامل 3. يعني ايه عامل 3؟ يعني انا قصاد بمعنى اصح ال 414 جنيه دول لو قسمتهم على 3.7، انا بدفع 135 بكسب 414، بدفع 135 جنيه اهو. لو رحنا كده على الكامبين دي وشفنا الكوست بالريزلت فيها كام، انا منزلها ولا لا؟ لا، انا منزل الريزلت بس مش منزل الكوست بالريزلت. خلينا ننزلها من الكاستم من هنا. ثواني. زي ما انت شايف كده، هو هنا كوست بالريزلت 400، وانا قريت غلط يا جماعه ولا انا اللي كوست بالريزلت؟ اه انا اسف، كوست بالبروتشيس اهي. ما بالظبط انا فكرت الفاليو بتاعت البروتشيس، عفوا. طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب الفاليو بتاعت البروتشيس. تمام. طيب ثانيه واحده قبل ما اروح اجيب الفاليو بتاعت البروتشيس. هنا الاد تو كارت والتشيك اوت مش موجودين ليهم ماتريكس. ليه؟ لان انا شغال يو كان او شغال ايزي اوردر، فما كنتش عامل اد تو كارت ولا عامل تشيك اوت. طيب هنروح نجيب بقى الفاليو. بالظبط، معلش انا الموضوع لخبطت شويه. المهم 414 جنيه في الريزلت. انا محقق، انا صارف كام؟ معلش اللخبطه اللي احنا فيها دي، انا صارف 38000 جنيه. 38000 جنيه عامل مبيعات بكام؟ عامل مبيعات ب 116000 جنيه. لو انا جيت قسمت ال 116000 918، تمام، هقسمهم على 38000 والكسور دول اللي في الاول، على 38139، هتطلع 3.06 بالتقريب. هتلاقيها الرؤاس بتاعها 3.07، اللي هو الرقم اللي موجود هنا. 3.07 اللي هو البروتشيس رؤاس. ده العائد على كل جنيه انت صرفته. على كل جنيه انت تعتبر جبت 3 جنيه و7 قروش. تمام. فدي كده اهم المتركس اللي انت لازم تبص عليها، ولازم تبقى فاهم هي الفانل من اولها لاخرها ماشية ازاي. ولو في حاجة ضاربة عندك بتتصرف بناء على الأرقام اللي قدامك تعمل ايه عشان خاطر الكامبين تنجح. طيب في حاجات انت اوريدي مثلا اللي هو ايه، صرفت مثلا شغال في الامارات وصرفت لك 2000 جنيه وما جبتش مبيعات مثلا على سبيل المثال. طيب قصاد كده هل في اد تو كارت؟ هل في تشيك اوت؟ لو في اد تو كارت وتشيك اوت، في احتمال انها تكونفرت، في احتمال انها تظبط، الا لو في اد تو كارت كتير وتشيك اوت كتير والناس مش عارفه تعمل بروتشيز. طيب انا هحكي لكم على كيسه معايا دلوقتي في الوقت الحالي. كان انا معايا كلاينت، لما جيت مسكت الشغل معاه فنزل، يعني نزلت باول كامبين كميه اد تو كارت رهيبه رهيبه. فالناس ما بتعرفش تعمل تشيك، او كميه تشيك اوت قليله ومفيش بروتشيز. يا جدعان في حاجه غلط. راجع الفانل تاني يا معلم، تلاقي ايه المشكله؟ تلاقي المشكله اصلا ان هو طالب منه في حقل التشيك اوت حاجه اسمها العنوان المختصر، حاجه اسمها وعنوانه على الخريطه، والايميل، والدوله والمحافظه طالب 10 حاجات. طيب مبدئيا كده اي بني ادم خلقه ربنا بيتخنق من الحاجات دي. فانت سهلها على عباد الله عشان ربنا يسهلها عليك يعني. تمام. انت اخرك انت محتاج منه ايه؟ اسم، تليفون. وبتكلم على، انا مش بتكلم على براندات، حلو، انا بتكلم هنا في الحته بتاعت الدروب شيبنج. انا محتاج منه اسم ورقم تليفون وعنوان والمحافظه اللي هو فيه. مش محتاج منه اي حاجه تانية. ولو معايا رقم تليفونه خلاص انا اقدر ايه، اظبط حالي بيه. يعني انا عادي اتصل بيه، ابعت له واتساب. المهم اهم واحد فيهم هو رقم التليفون.
لا انا محتاج الايميل، ولا محتاج حاجه اسمها عنوان مختصر، ولا انا محتاج الحاجات دي. طب امتى بحتاج الحاجات دي؟ لو الراجل، لو انا راجل براند، انا بعمل لنفسي براند، وعايز يعني حد كواليفايد، حد تمام انا محتاجه ان هو يستلم. فانا بطلب منه بيانات كتير بناء على ان انا براند اصلا. ما ينفعش ان هو يخش يديني اسم ورقم تليفون وخلاص. اما في حالتنا احنا يا باشا، انت مش محتاج زي ما بقول لك كده اسم ورقم تليفون يا سيدي. انت لو تقدر كمان خد منه اسم ورقم تليفون واسكت. بس لا، خلينا في الديفولت اسم رقم تليفون وعنوان ومحافظه. تمام. دي الفيلدز. فانا هنا كان معايا كميه اد تو كارد رهيبه. كان المشكله ما بيعرفش يعمل بروتشيز بسبب الحقول اللي هو بيملاها. لما غيرنا السيستم وغيرنا البلاتفورم اللي احنا شغالين عليها، الدنيا اختلفت تماما. طب هل هنا كانت المشكله في البلاتفورم بتاعت الاعلانات اللي هي فيسبوك مثلا او تيك توك او ايا كانت انا كنت بعمل له على ايه؟ لا. المشكله خارجه عن اراده التيك توك وعن اراده الميتا وعن اراده اي بلاتفورم انا هعمل عليها اعلانات. المشكله من عندنا احنا، من ناحيتنا احنا. عشان كده قلت لك ان في اون بيج او اون فيسبوك، سوري انا واخد على الاس يو شويه. اون فيسبوك واوف فيسبوك او اوت فيسبوك. تمام. الاون فيسبوك انت بتحاول بمعنى اصح، الهيد الاساسي فيها في الاغلب الحالات بيكون الكرييتيف. وارد ان الكرييتيف يكون محروق، وارد ان الكرييتيف ما يكونش يشد، وده هيتبان معاك في السي تي ار. الحاجات الفرعيه اللي فيها اللي هو انا بقول لك روح العب في الاج جروب بقى امتى؟ لو سي بي ام، لو سي بي سي، لو سي بي ام والسي بي سي روح العب في الاج جروب. لو سي تي ار لا يا باشا، انت ب 90 في 99% هو غالبا كرييتيف. كرييتيف هو اللي فيه مشكله. طيب، قبل ما نخش في الكاستم اودينس واللوكا لايك، يعني لو حد عنده اسئله في الحاجات اللي فاتت انا معاكم شويه. يلا بينا. 5 دقايق كده، لو في حد عنده اسئله او دقيقه. يعني لو حد عنده اسئله يقول. طيب ايمن، انا مش فاهم الكومنت بتاعك. حرام عليك، ده الخلاصه الكلام ده، والسيستم اللي فات اهم حاجه اتقالت من ساعه ما بدأ الموضوع. يعني فهمني، قول لي انت عايز ايه وانا معاك. انا مش عارف انت بتتكلم على ايه بصراحه. هي الكومنتات فين؟ وفي حد بيكتب كومنتات يا جماعه؟ ممكن تعيد السي بي ام؟ حاضر. طيب السي بي ام تاني لايمان. معرفش انا الكومنتات عندي هل بتظهر ولا لا، بس يعني عامة الكومنتات اللي انا شايفها هرد عليها. ممكن تعيد السي بي ام؟ السي بي ام يا جماعة هو الكوست بير امبريشن او بير 1000 امبريشن. يعني ايه؟ يعني التكلفة مقابل كل 1000 ظهور. يعني كل 1000 ظهور لإعلانك انت بتدفع عليهم كام. ده السي بي ام. طيب، ما زلت مستني ايمن، لو هترد عليا قول لي، عشان انا مش فاهم انت بتتكلم على ايه. يا لهوي كل دي يا جدعان. طيب. طيب ماشي ماشي ماشي، انا شفت هنا كومنتات. سي بي ام ساعات بيكون في نفس الاد جروب. واحده واحده. ساعات بيكون في نفس الاد جروب كرييتيف ب 10 وكرييتيف تاني ب $20، والاثنين نفس التارجت. طيب هو نفس الاد جروب وايه تاني؟ وكرييتيف تاني ب $20، والاثنين نفس التارجت. اه بس ده كرييتيف تاني. طب خلاص، ما انت اوريدي جاوبت. يعني خلاص، هو احنا اتفقنا ان هو بشكل كبير لو سي بي ام هو اودينس. بس انت بتتكلم ان هو خلاص، يعني انت عارف الحل فين، اللي هو انت كرييتيف، فخلاص غير كرييتيف. طيب ده كان رد على كومنت تاني يا استاذ مصطفى، كان بيقول ان السيشن دي فيها اضيع وقت. اه. طيب تمام يا ايمن، ماشي ماشي، معلش حقكم عليا والله. بس انا بحاول قدر الامكان والله، برضو اللي هو ايه، صدقني اللي هتاخده من اللايف. يعني الموضوع مش فكره كامبين لايف. الموضوع فكره انك تعرف تقرا الارقام. انا اطلع بكامبين لايف هتكسب هتخسر، ممكن اطلع اقول لك انا كسبت مثلا 2000 جنيه، 2000 ريال، 2000 درهم. تمام.
ايوه بس انا عايز اعلمك وانا كسبتهم ليه، وعايز اعلمك لو انا خسرت انا خسرتهم ليه. فاهم؟ فالفكره انت تعرف تقرا الارقام، مش فكره ان انت كسبت او خسرت. طيب، هو متاح اعمل اعلان ممول لجروب فيسبوك حاليا؟ اعتقد انه اتفتح. حضرتك تفضل يكون شغل في دروب شيبينج على يوكان ولا شوبيفاي؟ انا بعرف اشتغل الاثنين. والله الاثنين كويسين، الاثنين تمام. انا بالنسبه لي يعني، عشان يعني يوجوال اكتر بالنسبه لي يوكان. السي بي سي كوست واصله عندي 160 جنيه. انا ما اعرفش برضو اللي انت شغال عليه ايه. تمام، فانا ما اقدرش اقول. الميزانية المناسبة للبدء في السوق المصري كام والسوق الخليجي كام؟ بص، السوق الخليجي أنا قلتها المرة اللي فاتت، أنت بتتكلم في رينج في الميزانية يومية. تمام، ميزانية يومية حوالي 150 درهم مثلا، 150 ريال في الافريج ده. تتست بيهم تقول بسم الله الرحمن الرحيم في الحتة دي. أما بالنسبة للسوق المصري، فأعتقد مثلا ممكن في الوقت الحالي، برضو مش عايز أدي أرقام عالية قوي، بس أنا ما بشتغلش في مصري بقالي كتير، فبصراحة مش عارف، بس خلينا نقول مثلا 500 جنيه ل 1000 جنيه تست في اليوم. بصراحة يعني السوق المصري ما اعرفش. الباونس ريت بتحسبه من هنا ولا من اناليتكس؟ لا، الباونس ريت ما بيظهرش غير في اناليتكس. الباونس ريت ملهوش علاقة بفيسبوك اصلا. طيب. أولوية ترتيب المترك ايه؟ عشان عندي متلخبطة، وايه رينج الارقام؟ يعني امتى اعرف ان الرقم ده صح او قليل او كتير؟ طيب، بص، أولوية ترتيب المتركس، الموضوع راجع لدماغك انت وللمايند سيت بتاعتك انت. طيب، ثواني يا مصطفى هرد عليك. حاضر يعني، هختم بسؤال مصطفى، انا مش عارف انت بتعمل لي منشن على ايه، بس هشوفه. حاضر. لو زاد نعمل ايه وايه السبب؟ كوست بير بيرتشيز. طب ثانيه واحده بس. لو في راح فين السؤال اللي كنت بجاوب عليه؟ ايمن. اولويه ترتيب المترك. اولويه ترتيب المترك انت بترتبها على حسب دماغك انت. الفانل بتاعتك عامله ازاي؟ يعني انت الفانل بتاعتك مختلف عن الفانل بتاعتي. يعني افترض ان انت مثلا شغال ليدز، فاكيد انت الموضوع هيكون معاك مختلف عن اللي شغال كونفرجن مثلا. فاهم؟ رتبها بدماغك. كل واحد بيرتب الحته دي على حسب دماغه. فيها ستاندرد يعني. مثلا اهو زي ما انت شايف كده، هل دي انسب ترتيب؟ لا. بس انت واحده واحده هتوصل لانسب ترتيب. هي الفكره كلها انك تعرف تقرا الارقام بالطريقه اللي تريح عينك. ما تقعدش تجيب اخر الشيت واول الشيت والقصص دي كلها. لا. يعني انت شوف انت محتاج ايه جنب ايه. يعني انا محتاج مثلا السي بي سي جنبها سي تي ار. تمام، عشان اعرف مثلا حاجه معينه واحسب مترك معين. خد بالك ان انت ممكن تزود كاستم مترك، يعني الموضوع راجع لك. هوريكوا حته الكاستم مترك دي. طيب، نيجي نشوف مصطفى كان بيتكلم ايه. الكوست بير بروتشيس لو زاد نعمل ايه وايه السبب؟ ما هو لو زاد، ما هو بناء على يعني اخر سؤال ده هنختم بيه، عشان بس ايه، انا هجاوب على بقيه الاسئله ان شاء الله زي المره اللي فاتت. بس خليني اقول لك، الكوست بير بيرتشيس لو زاد نعمل ايه؟ لازم تعرف هو زاد ليه، في سبب خلاه يزيد. حاجه من الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. لازم تفصل الاول، هو زاد بسبب الحاجات اللي تخص الفيسبوك ولا زاد بسبب الحاجات اللي تخصك؟ يعني اوصل الاول كده للمرحله اللي هو زاد بسبب ايه. السي بي ام كان ضرب ولا هو نفس المعدل؟ السي تي ار ضرب ولا هو نفس المعدل؟ السي بي سي ضرب ولا هو نفس المعدل؟ لو الثلاثه دول نفس المعدل، يبقى اذا المشكله عندي فين؟ طب الفريكوينسي ضرب ولا هو نفس المعدل؟ كده معاك الحاجات اللي جوه الفيسبوك. طب لو في حاجه تانية، لو دول كلهم تمام، يبقى المشكله عندي. المشكله عندي دي يعني تكمن من اول الصفحه اللي هينزل عليها، او اللاندنج بيج اللي هينزل عليها العميل. هل هي حصل فيها حاجة مختلفة؟ هل الكونتنت مش مناسب؟ هل السيرفر بقى بطيء؟ هل الدنيا وقعت؟ هل السيرفر وقع؟ في حاجات كتير تأدي لده من عندي. لو الدنيا كلها تمام في الفيسبوك، تمام، في نفس الوقت وارد تكون حاجة أصلا خارجة عن إرادتك. يعني إيه؟ يعني المنتج بقى ساتوريتد خلاص. يعني المنتج بقى خلاص تم الاستكفاء منه. المنتج بقى معروف وعليه مثلا باد نيوز وحشه او باد فيدباك. الفيدباك اللي عليه مش احسن حاجه. فاهم؟ يعني خلاص الورد اوف ماوس عليه مش لطيفه. فده يكون سبب في زياده البروتشيز. يكون سبب في زياده البروتشيز كومنت عندك لبس الدنيا كلها في بعض. واحد دخل يشتم في المنتج او يشتم فيك او يقول لك انتوا صفحه نصابه او. ففي حاجات كتير انت لازم عينك تبقى شايفاها، لازم عقلك كمان يبقى جايبها. هل في كومنتات عندي سلبية؟ هل المنتج اتحرق خلاص؟ هل الانجل دي ما عادتش تنفع؟ يعني خلاص الموضوع جاب اخره. بس دي الفكرة من ورا ان البروتشيس تمنها زايد.
نتكلم بقى، احنا كده عرفنا نقرا الارقام، عرفنا نقرا الارقام وعرفنا سببها ايه، او يعني عرفنا لما تحصل قدامنا المفروض نتصرف ازاي، مش مجرد ان احنا بنقفل الكامبين. تمام. جماعه قولوا لي ان كله، ان الدنيا بسيطه، ان الدنيا تمام، مفيش حاجه واقفه، حد واقفه معاه حاجه، قبل ما ادخل في نقطه تانيه. مم. قشطه، كمل طيب. على الله. طيب نيجي هنا بقى لايه، لنقطه ان انا دلوقتي انا معايا كامبين على سبيل المثال، مكيت فيها. يعني ايه مكيت؟ يعني اللي جايبه قد اللي اتصرف. تمام، الله يكرمك. اللي اتصرف على قد اللي جه. حلو كده، يعني انا صرفت 100 جنيه جبت 100 جنيه، صرفت 1000 جنيه جبت 1000 جنيه. طب الكامبين دي اقفلها في الوضع العادي والوضع الطبيعي، اغلب الناس هتقول لك اقفلها. يعني ما عليك بخساره، عليك بايه يا عم وانت راح تمسي على الفيسبوك يعني ولا ايه؟ فاهم؟ طيب، هل في حل ان انا جربت معاها كل الحلول يا باشا ومفيش فايده؟ بص انا عملت اللي. تمام، انا عملت اللي. طب ايه الحل؟ يعني اعمل ايه؟ في عندك اوبشن لطيف قوي، سواء في يوكان او في ايزي اوردر او في اي بلاتفورم انت هتشتغل عليها، مش اي بلاتفورم قوي يعني، الوورد بريس اعتقد ان محتاجه لها بلجن عشان تعمل الاوبشن ده. المهم حاجه اسمها اب سيل وكروس سيل. الاب سيل والكروس سيل. الاب سيل بمعنى اصح المثال المشهور بتاعه هو مثال ماكدونالدز. بتدخل ماكدونالدز لو سمحت، عايز سندوتش، طبعا قبل المقاطعه يعني. تمام. عايز سندوتش برجر. بيقول لك حضرتك تحب تاخد الحجم الكبير او الكومبو مثلا، او بلاش الكومبو، تاخد الحجم الكبير في الميديوم وفي لارج. الميديوم ب 50 جنيه واللارج ب 55 جنيه. تمام، طبعا انت تشوف ال 5 جنيه الفرق، فيقوم جاي عاطي لك ايه، تقول له لا، انا عايز اللارج. اللارج اكبر وب 5 جنيه فرق. فهو كده الراجل ده عمل لك ايه؟ عمل لك حاجه اسمها اب سيل. صح كده؟ طيب، فهو بعد كده هل الموضوع بيخلص هنا؟ لا. يقول له جاي يعمل لك ازاي، يقول لك حضرتك تحب فرايز معاه وكولا؟ اه والله انا عايز فرايز وكولا. اكيد مش هقول لك لا، ده انت هتزود بس 30 جنيه زياده مثلا. تمام. فهنا هو الراجل ده عمل لك كروس سيل. يبقى هو اول ستيب خدك فيها، انت دخلت اساسا يعني نيتك عايز سندوتش، هوب بقى سندوتش كبير، هوب بقى معاك فرايز، بقى معاك كولا. فاللي حصل لك، حصل لك ابسيل وكروس سيل. طب هو استفاد ايه من الموضوع ده؟ هو استفاد ان هو زود حاجه اسمها الافريج اوردر فاليو. الافريج اوردر فاليو يعني ايه افريج اوردر فاليو؟ يعني القيمه بتاعت الاوردر اللي انت هتطلبه. انت كنت داخل تطلب حاجه مثلا ب 100 جنيه، هو خلاك في الاخر الحساب يبقى 250 جنيه. تمام. ازاي؟ انت كنت داخل تطلب سندوتش ب 100 جنيه، هوب هتزود 5 جنيه كمان بقت 105 جنيه. هوب مثلا زودت مش عارف الكومبو والفرايز والليله دي، دفعت لك 150 جنيه بدل ما انت كنت هتدفع 100. كده البيعه اللي باعها احسن من البيعه اللي انت كنت داخل تشتريها. طيب هو احنا نعرف نعمل ده ازاي؟ انا يعني مش يعني ممكن ادخل اعملها من يو كان. يلا بينا دلوقتي نعمله اب سيل او كروس سيل، يلا بينا نعملوها عشان برضو تبقى الموضوع ايه، لايف. هم عندهم في يو كان مسمينها كروس سيل، مسمينها اب سيل، بس احنا هنخليها ايه، هي اساسا ايه اللي موجوده في يو كان، هي كروس سيل. فخليني كده ايه على السريع. انتوا شايفين الشاشه صح؟ اه شايفين الشاشه؟ لا مش شايفين. لا شايفين، شايفين. طيب، في عندنا اهي الكلمه بتاعت اب سيل دي. انا مش عايز اشرحها قوي يعني عشان ما نتطرقش ليها، بس هوريها لك في السريع كده. اول اب سيل او نيو اب سيل. انا هعمل اب سيل، فيقول لي طيب انت هتكتب له هنا مثلا تهانينا. هو انا هعملها ازاي اصلا؟ هقول لك. انا هنا بعمل ايه؟ فكك من المسمى اللي مكتوب، المسمى اللي مكتوب هنا غلط، مش اب سيل، ده كروس سيل اللي انا هعمله. تهانينا لقد حصلت على خصم 50% على، مثلا انا كنت ببيع له عجله الارتداد التلقائي، العجله بتاعت التمرين مثلا، حاجه كده بيستخدموها عشان البطن، فهبيع له مجموعه الاحبال الرياضيه مثلا على، مجموعه الحبال الرياضيه.
تمام. فهنا بيسألك بيقول لك هو لو المشتري اشترى ايه وعجلة الارتداد، هتقول له طب هيطلع له انهي منتج. هيطلع له مثلا نفترض ان ده هو مجموعة الاحبال الرياضية. وهنا بتكتب له الديسكريبشن بتاع المنتج وتقول له في الاخر، يعني دون الدخول في تفاصيلها، بس انت هتبقى قدامه صفحة بعد ما يشتري. يعني هو دخل دلوقتي يشتري ايه عشان تبقى مركز معايا بس. هو دخل يشتري عجلة الارتداد. شكلها ايه عجلة الارتداد دي؟ تعال نبص عليها عشان برضو الرؤية تبقى واصلة لك بس مش اكتر. تمام. مثلا دي عجلة الارتداد، حلو كده. هو الراجل دخل يشتري العجلة دي. فبعد ما اشتراها، بدل ما يطلع له ثانك يو بيج، في الثانك يو بيج دي اللي هي صفحة الشكر، اللي هي الصفحة اللي بيطلع يقول له شكرا لك على طلبك ومش عارف ويرجو الرد على الهاتف بتاعك والكلام الجميل ده اللي بيطلع في الثانك يو بيج اللي انت بتكتبه. بس هنا بقى انت هتخليه بدل ما يشتري المنتج ويمشي، لا حضرتك هتعمل له كروس سيل. هو دلوقتي اشترى منتج زي ده، مما لا شك فيه هيكون مهتم برضو بحاجة شبه مجموعة الأحبال الرياضية. في أحبال كده بتتعلق على الباب بيتعمل بيها تمارين. تمام. فاحتمال كبير ان هو بعد ما يشتري ده ويشوف الأحبال الرياضية دي وعليها خصم كمان يشتري. تمام. ففي الحالة دي أنا من كل 10 تنفار هيشتروا الجهاز ده، هيبقى في مثلا على الاقل نفرين او 3 انفار هيشتروا مجموعه الاحبال الرياضيه. طب انا كده عملت ايه؟ انا كده بدل ما ابيع ال 10 مبيعات، انا عاملها هنا ب 170 ريال مثلا. 10 مبيعات هيبقوا ب 1700 ريال او 1700 درهم. هتبقى المفروض لو جبت 10 مبيعات المفروض ان انا ابيع ب 1700. بس لو جبت 10 مبيعات معاهم كروس سيل هزود عليهم مثلا 3 مبيعات في كام؟ نقولوا ان انا هاخد في المبيع يعني 50 ريال بس، او 40 ريال مثلا. خلينا نقول 50 50، يعني هزود عليهم انا كسبان فيها، او انا هبيع الحاجه دي ب 150 ريال زياده. يبقى بدل 1700 بقوا 1850. انا خسران حاجه؟ لا، انا ما زلت كسبان وما خسرتش حاجه وما رميتش فلوس على الارض. يعني ما مجرد يعني مش مجرد ان انا دخلته على العجله واشترى العجله ومشى، لا ده انا عرضت عليه منتج تاني. مش كل اللي اشترى العجلة اشترى المنتج التاني ده، ولكن ايه؟ ولكن في نسبة اشترت. فالنسبة اللي اشترت دي علت لي الاوردر فاليو. طبعا احنا بنتكلم هنا في مثال صغير. اضرب الرقم ده بقى في الأمثلة الكبيرة. يعني انت بتتكلم هنا لو نسبة تحويل المنتج اللي في كروس سيل 30%، فال 1000 بني آدم او ال 1000 عملية شراء هتجيب لك 1300. يعني هيبقى في 300 عملية زيادة. يعني في 300 بني ادم اشتروا منتج زياده عن المنتج اللي هم كانوا داخلين يشتروه. جميل. طيب وفي نفس الوقت انت هنا في الصفحه دي حاول تديله حاجه مغريه. يعني انت لو نزلت تحت هتلاقي مثلا هنا، معلش بدون يعني بدون القصد بس خلينا نعتبر ان الكلام ده مش موجود. هتقول له مثلا ان القطعه ب 176، مثلا القطعه عامله 175 ريال والقطعتين المفروض يعملوا 350. انت هتقول له لا، لو هتشتري قطعتين هتاخدهم ب 300 بس. خلاص. فالراجل اشترى بقى هنا ده الاب سيل. هنا اللي بيحصل هنا في اللي انا بقوله ده، ده هنا اسمه اب سيل. ان انت بدل ما يشتري قطعه هيشتري قطعتين، فهيشتريهم ب 300 ريال. فدي اول افريج اوردر فاليو انت قدرت تزوده. وبعد كده لما دخل على الكروس سيل فكر ياخد الحبل، فهو كمان زودته بالحبل. فبقى بدل ما يشتري مثلا قطعه او قطعتين ويمشي، لا ده احتمال كمان ياخد حبل. فهنا الافريج اوردر فاليو زاد اكتر. فبكده تقدر تحول حملة مكيتة معاك لحملة ناجحة. هي مكيتة تمام، يعني اللي بتجيبه على قد اللي بيروح. تحوله لحملة ايه؟ هيتحول لحملة ناجحة بسبب ان انت ضفت حاجات وهو ماشي، يا عجبته يا ما عجبتهوش. محدش بيقول ان كل الناس اللي هتشتري هتاخد الاوفر، بس في نسبة هتاخد الاوفر فانت اولى بيها. انت كده كده دفعت فلوس عليه. يعني انت دفعت عليه 10 جنيه زي دفعت عليه 20 جنيه، فهو اشترى في الاخر. طب لما هو اشترى، ما انا اقدر ازود له الفاليو بتاعه بتاع الباسكت بتاعته، الفاليو بتاعت الحاجه اللي هو اشتراها. تمام. طيب كده احنا بنتكلم ازاي الاب سيل والكروس سيل عرفناهم. هنبدا نخش في الكاستم اودينس واللوكالايز. تمام. في يعني هنوقف برضو هنا 5 دقايق لو حد عنده سؤال في الاب سيل والكروس سيل. خش نام يا عمرو.
مستنيين نخلص ليه؟ يخش نام. طيب تسلم يا مينا. كده الرؤية وضحت، محدش عنده أسئلة، الدنيا تمام. طيب يلا بينا نروح بقى على فكرة الكاستم والريتارجت أو اللوكالايك والكاستم اودينس. احنا هنا اتكلمنا. طيب نشوف بس آخر حاجة. المشكلة إن البروتشيز بتتحسب فقط لما العميل يشتري المنتج التاني بتاع الكروس سيل. لا والله سيشن جميل، مش قادر أسيب. تسلم يا عمرو. تمام. طيب المشكلة إن البروتشيز بتتحسب فقط لما العميل يشتري المنتج التاني. بص مع الأسف هي دي مشكلة في يو، اوقات بيحسب كده واوقات بيحسب كده، يعني مع الاسف الارقام هنا بتبقى متضاربه. بس يعني ايه، حاول تمارجنها، يعني فاهم. شوف لها حل قدر الامكان. ممكن تعمل كاستم كونفرجن، ممكن تعمل كاستم كونفرجن يحل لك المشكله دي. تمام. يعني انت ممكن تخلي الكاستم كونفرجن ان هو لو دخل على الصفحه بتاعت الكروس سيل يتحسب ان ده كونفرجن مجرد انه دخل. ولما يدخل على الثانك يو بيج يتحسب ان هو ده كونفرجن. بس هنا هيحصل شويه لخبطه، انا عارف ومقدر الحته دي، لان انا عارف ان فيها لخبطه في كان، بس ما اعرفش في ايزي اوردر هل فيها نفس الفكره ولا لا. جرب ايزي اوردر. حاضر. طيب يلا بينا نخش على الكاستم اودينس واللوكا لايك. دلوقتي ايه هما بقى الكاستم اودينس واللوكا لايك؟ خلينا نمسك حاجه حاجه. الكاستم اودينس هنروحوا فين الاول؟ هنروح عند الاودينس مانجر او الاودينسز، الجماهير من هنا. اودينس يعني جماهير. بص لو خدت بالك هتلاقي هنا الناس اللي ما اشترتش عجله البطن، الناس اللي ما اشترتش عجله البطن، هنا كنت عامل تو جمهور، هنا بروجيكتور اوفر لي مش عارف ايه. المهم انا هنا دي جماهير انا عاملها بالفعل. تمام. طيب انا عايز اكريت اودينس او عايز اكريت اودينس معين. دي برضه على فكره هتكون من ضمن الطرق اللي انا اقدر اعوض بيها خساره كامبينز انا مشغلها. طيب واحده واحده نعرف احنا هنعمل ايه. في الكرييت اودينس هدوس على كرييت اودينس، هيقول لي انت عايز تكريت كاستم اودينس ولا لوكا لايك. فاحنا هنبدا بالكاستم اودينس. يعني ايه كاستم اودينس؟ يعني جمهور مخصص. انا عايز اكريت او اعمل او انشئ جمهور مخصص. فبيبدا يقول لي طب انت عايز تعمل جمهور مخصص من السورسز بتاعتك ولا من ميتا سورسز؟ طيب بالنسبه للسورسز بتاعتي فهو عاطيني بيقول لي لو انت عندك ويب سايت ماشي، عندك كاستمر ليست ماشي، اوف لاين اكتيفيتي ماشي، ايا كان الحاجه اللي عندك هنا تقدر ترفع منها الداتا. ولو الميتا فانت ناس شافت فيديو معين، ناس بتعمل لك فولو على انستجرام، ناس عامله لك لايك على الفيسبوك بيج. كل الحاجات دي تقدر تستخدمها وتعمل منها جمهور مخصص. طيب الاغلب انا بروح فين؟ بروح على الويب سايت. طب هل الحاجات اللي تحت دي معناها ان احنا ما بنستخدمهاش؟ لا بنستخدمها طبعا. بس انا بذكر المثال اللي هو انا اللي احنا بنستخدمه اكتر. الكاستمر ليست دي انا اقدر ارفع لستة تليفونات او لستة ايميلات براحتي، ان شاء الله لستة اسامي. تمام. في الكاستمر ليست. بس خليني اقول لك ان احنا هنا بنتكلم على ايه؟ على الويب سايت. فانا عندي السورس بتاعي هو الويب سايت، وهدوس على نيكست. فبيبدأ يسألني هنا الأول، أول حاجة أنا عايزك تقراها فوق كده عشان إيه الناس ما بتاخدش بالها من كده. include account center account who meet any of the following criteria. تمام. طيب يعني انا هيتضمن الناس اللي على الفيسبوك باختصار، يعني اللي بتقابل اي من الكرايتيريا اللي انت حطيتها، اي من الشروط اللي انت حطيتها. ولا لو دوست على اني اول. خد بالك في فرق ما بين اني واول. اني اي شرط انت هتحطه تحت انا هعمل لك منه كاستم اودينس. قول كل الشروط اللي انت هتحطها تحت انا هعمل لك منها كاستم اودينس. خلي بالك ان انت عايزها الشروط كلها، يعني بالنسبه للحاله اللي احنا هنتكلم عليها فانا عايز كل اللي انا هحطه تحت يطبق لي منه، يعمل لي منه كاستم اودينس. فبيبدا يسالني على السورس، انت السورس بتاعك ايه؟ فانا والله السورس بتاعي البيكسل بتاعي، خلاص اللي هو ده. فبيجي يقول لي طيب الايفنتس الاحداث. تمام. ايه الايفنت اللي انت عايزني اعمل لك منه كاستم اودينس؟ والله انا عايزك تعمل لي كاستم اودينس مثلا من الناس اللي عملت فيو كونتنت. حلو كده.
انا هنا اخترت الايفنت بتاعت الناس اللي عملت فيه كونتنت. طيب هنا هو خلي بالك عاطيني خيارات تانية، اللي هو بيقول لي all ويب سايت فيزيتورز، الناس اللي زارت الموقع كلها من اي حته من اي مكان اعمل لك منها اودينس، ولا الناس اللي زارت صفحه معينه. هنا people who visited specific web page، الناس اللي زارت صفحه معينه، ودي هنلجأ لها دلوقتي مثلا، ممكن نديها كمثال. والناس هنا او الناس اللي قضت وقت معين في الموقع. تمام. لا انا بالنسبه لي مثلا لو هروح لحاجه الحاجه اليوجوال اللي انا بتكريت منها كاستم اودينس في اغلب الحالات، اللي هو البيبل هو فيزيتد سبيسيفيك ويب بيجز، الناس اللي زارت صفحه معينه. يعني على سبيل المثال، بما اننا احنا هنا بنتكلم على حاجه ما فيهاش اد تو كارت وتشيك اوت، فانا ما عنديش غير اللاندنج بيج اللي الناس زارتها. لان انا كمان مثلا في يو كان اهو على سبيل المثال، لو بصينا على منتج زي ده، فهتلاقيني حاطط الاكسبريس تشيك اوت. يعني انا حاطط ان هو يحط الاسم ورقم التليفون في نفس الصفحه، فهو ما محتاجش يروح لصفحه تانية عشان يعمل الاوردر. فخلاص انا هستهدف الناس اللي زارت الصفحه دي. تمام. فهاخد الرابط ده زي ما خدته كده قدامكم، كوبي، واقول له انا عايز الناس اللي زارت صفحه معينه اخر كام يوم. انت معاك لغايه 180 يوم، يعني 6 شهور. تمام. حط 181 كده، ما يقبلش. يقول لك ايه؟ يقول لك اخرك 180 يوم. فهتجرب ان انت هتعمل كاستم اودينس. مثلا لو انت الحمله شغاله بقالها 30 يوم، فهي 30 يوم خلاص. الحمله شغاله مثلا بقالها اكتر من كده، وانت عايز تجرب جمهور، فمفيش مشكله جرب الجمهور الابعد. بس طبعا هو كل اللي هيجيب لك ريزلت احسن كل ما قربت الايام. يعني 30 15 الحاجات دي هتجيب لك ريزلت احسن من ال 60 وال 90. يعني طبيعي واحد زار الصفحه من 90 يوم عايزه يرجع يعمل كونفرجن، فلا الموضوع صعب. فطبيعي كل ما قربت الارقام دي كل ما كان احسن. بس في بعض الاحيان عادي ما تسيبها 180، هو اصلا الكامبين طالعه من اسبوع. فمش يعني مش هو كده كده مفيش حد اشترى من 180 يوم. تمام. بس ده مش معناه ان انت ما تجربش ال 180 وما تجربش ال 90، لا جرب. طيب فهنا بيقول لك طيب الرابط اللي انت هتعمل له كاستم اودينس ده كونتين ولا دازنت كونتين ولا ايكوال؟ يعني ايه؟ انت هنا هتحط لي رابط صح، او هتحط لي، يعني هنا بيقول لك هتحط لي اي فاليو ايا كان، فانا هنا هحط له الرابط كامل. فبقول له بقى ايه؟ لو انا قلت له كونتين فده معناها ان الرابط اللي انا اعطيه لك ده بيحتوي على اللي انا كتبته لك ده، اللي انا عملت له بيست. اما لو قلت له doesn't contain فاقول له لا يحتوي على ده. اما لو قلت له ايكوال فاقول له لازم يكون هو ده بالظبط، مفيش حاجه اسمها يحتوي، هو ده بالظبط. لو في حرف زياده لا. فطبيعي سواء ايكوال او كونتين النتيجه واحده في الحاله دي، لان انا هنا هو الرابط شكله كده، هو الرابط كده. تمام. طيب هنا بقى بيقول لي and also، خد بالك، هنا and also وهنا further refine bot. طيب عشان ما لخبطكش، هنا بيقول لك انت حط شرط تاني. يعني انت دلوقتي انت عايز تستهدف، لغايه دلوقتي انت بتقول لي اعمل جمهور مخصص من الناس اللي زارت الصفحه دي خلال اخر 30 يوم. وكمان مثلا انت لو عايز شرط تاني تضيفه، رابط صفحه تانيه ضيف من هنا. بس انا في حالتي لا مش عايز صفحه تانيه في الحاله دي. طب امال انت عايز ايه؟ انا عايز اكسكلود. شايف اكسكلود دي؟ اكسكلود البيبول. يعني ايه اكسكلود البيبول؟ يعني انا عايز اشيل الناس. يعني انا عايز الناس دي بس عايز اشيل منها حد. ايه بقى الحد اللي انا عايز اشيله؟ اي حد هو ايفنت البروتشيس مش متاكتف. تمام. نفترض هشيل منها اي حد زار او يعني قضى 25% او 10%. تمام. فيستور باي تايم سبيند. هو هنا مثلا نفترض ان احنا هنقوله فيستور باي تايم سبيند 25%، الناس اللي قضت تقريبا 25% من الوقت الموضوع بص مش عايز افتي لك في دي ان انا ما بستخدمش دي عشان اكون صريح معاك يعني. بس هي المفروض ان هنا في ايفنت بروتشيس، فغالبا الاكونت ده بما انه هو مش شغال بقاله فتره فالبروتشيس مش قاري. فهنفترض ان ده بروتشيس، هفترض ان الايفنت هنا ده بروتشيس. فانا هقول له ان انا عايز اشيل الناس اللي عملت مثلا، خلاص خلينا على وضعنا. هقول له انا عايز الناس اللي هشيل منها مثلا على سبيل المثال الناس اللي عملت بيج فيو. خلاص طبعا هو اللي انا كاتبه ده مش منطقي، يعني ده مش منطقي بس لمجرد المثال على الوضع الحالي يعني. طيب فبيقول اخر كام يوم؟ اخر 30 يوم. الريتنشن بتاعي 30 يوم.
طبعا انا كده بقول له يعني بمعنى صح، اللي هيقرا الكلام ده هيشوف ان هو انا بقول له انا هات لي الناس اللي شافت الصفحه دي، بس في نفس الوقت شيل لي الناس اللي عملت بيج فيو. فصباح الخير بالليل. فطبيعي هنا ان انت مثلا بتقول له ان انا عايز اعمل اكسكلود للناس اللي اشترت. ليه؟ هتلاقي ايفنت البروتشيس بيظهر عندك. انا ما اعرفش ايه المشكله في الاكونت ده وليه ايفنت البروتشيس ما ظهرش، بس مش وقت ان انا ادور على المشكله دلوقتي. تمام. طيب ليه بقول له انا مش عايز الناس اللي اشترت؟ لان خلاص انا هعمل ريتارجت، انا هستخدم الاودينس ده في ان انا اعيد استهداف الناس دي عشان تشتري. طب لو هو كان اشترى بالفعل هستهدفه تاني ليه؟ فاهم؟ مفيش سبب يخليني استهدفه. فانا هستهدف الناس اللي ما اشترتش، هي دخلت وما اشترتش. طيب خلاص. انا كده هنا بقول له ايه؟ بقول له انا عايز الناس اللي زارت الصفحه دي، وهنفترض ان انا هنا الايفنت ده بروتشيس، وفي نفس الوقت هيتكسكلود منهم اي حد اشترى. اللي ما اشتراش ده بقى انا هطلع له باعلان تاني طبيعي. فهنا هكتب مثلا تيست، هكتب الاودينس ده هسميه تيست، جمهور تيست مثلا، جمهور ما اشتراش عجلة التمرين. اكتب براحتك وسمي براحتك، الموضوع مش لازم تكتب حاجة معينة بس، وبتقول له كريت اودينس. طبعا هو هنا لما هيجي يكريت اودينس بيقول لك الاودينس اصلا ماشي، هو هياخد وقت عشان يتكريت. والله كويس ان هو ما طلعليش قال لي ان الاودينس صغير ولا حاجه. هو هنا بيقول لك ان الجمهور ده هي كاستم اودينس ووز كرييتد، بس بيقول لك انه ممكن ياخد وقت كبير شويه. طيب. فهو بيعرض عليك اصلا ثلاث اختيارات هنا: ان انت تكريت لوكا لايك، تكريت جمهور مشابه، او تكريت اعلان، او تكريت انذر كاستم اودينس. هنا تكريت جمهور مشابه، هنا تكريت اعلان، هنا تكريت جمهور تاني خالص للكاستم اودينس. فانا هنا مثلا احنا بما اننا اتكلمنا عن الكاستم اودينس وهنستخدمه في ايه، فخلاص هيجي الدور ان احنا نكريت جمهور مشابه من الجمهور ده، على اعتبار ان الجمهور اللي احنا جربناه ده او اللي احنا كريتناه ده هو جمهور دخل على اللاندنج بيج ولكن ما اشتراش. طبيعي ده لما هاجي احطه في الاستهداف بتاع الاعلان هكتب له خلي بالك انت نسيت، او خلي بالك ان في خصم دلوقتي في فلاش سيل على عجله الارتداد اللي انت كنت هتشتريها، بقت ب 120 بدل 170. تمام. فهنا الاد كوبي بتاعي بتاع الاعلان هيكون مختلف عن الاد كوبي اللي بطلع بيه في الحمله العاديه. لازم اوجه رساله للراجل ده، الراجل ده دخل وعارفني فمش هيكلفني كتير. تمام. هو كل الفكره ان احتمال كبير يكون السعر هو العامل الاساسي في ان هو خلاه ما ياخدش القرار وما يشتريش. تمام. فانا هنا في الحاله دي بعمل ايه؟ بقول له خلي بالك ان في ديسكاونت دلوقتي، في فلاش سيل دلوقتي، الحق العرض في ايا كان اللي فيه ايه. المهم بحاول اغير في الصيغه شويه وافهمه ان في عرض، افهمه ان في خصم عشان يخش يشتري. طب انا هنا اتنزلت عن جزء من ربحي صحيح، بس في نفس الوقت تكلفه الراجل ده اقل بكتير من تكلفه حد لسه بيشوفني لاول مره. لان غالبا انا داخل اعالج المشكله الاغلب هي مشكله السعر، هو ما اشتراش غالبا بسبب السعر. تمام. هو غالبا ما اشتراش بسبب السعر، فانا بقى داخل اعالج المشكله اللي عنده دي. خليني اوقف الصوت هنا مش عارف. هو غالبا ما اشتراش طيب. نيجي هنا بقى الكرييتا لوكا لايك. طب ثانيه واحده، في سؤال هنا بيقول لك ايه؟ طب لو ميتا اودينس. حاضر. بصي طيب عشان هرجع للميتا اودينس تاني بعد ما نكريت اللوكا لايك بالمره وهي قدامي. طيب. كرييتا لوكا لايك اودينس. انا هنا هكريت جمهور مشابه. فهنا بيقول لي طيب انت السورس بتاعك هو الجمهور اللي انت لسه عامله صح؟ طيب. هل في اذر سورسز تقدر تختار منها؟ اه في اذر سورسز. في هنا اهو، في ما هو ده الاذر، ده السورس الوحيد اللي موجود بالنسبه للي انت اخترته. السورس الوحيد اللي موجود هو الجمهور اللي انت لسه عامله. عايز تعمل منه ايه بقى؟ عايز تطلع منه جمهور مشابه في انهي دوله؟ فالاول بيسالك على الدوله، المكان. والله انا عايز اطلع منه جمهور مشابه مثلا في السعوديه، فهنا بكتب له السعوديه. خلاص. طيب. سيلكت اودينس سايز. فهنا بقى بعد ما قلت له ان انا عايز اكريت الجمهور المشابه ده يكون مكانه في السعوديه، فبيقول لي طيب انت عايز تعمل كام جمهور؟ كام واحد؟ انا بالنسبه لي عايز اعمل واحد بس نفترض ان انا عايز اعمل ثلاثه. فهو بيبدا يرشح لك يقول لك ان انت هتاخد على حسب المترك ده. المترك ده قدامك من صفر ل 10، لازم تبقى فاهم هو ايه اللي من صفر ل 10. كل ما قربت من الصفر كل ما كان نسبه تشابه الجمهور ده بالجمهور اللي انت عامله كبيره. كل ما بعدت عن الصفر كل ما كانت نسبة التشابه مش كبيرة. والدليل على كده زي ما انت شايف ان هو جاب 2 مليون كده.
وكده ما زالوا 2 مليون و800، كده مليون ونص. فانت كل ما بتقرب كل ما الجمهور بيقل، وده معناه ان هو بيجيب لك جمهور شبه الجمهور اللي انت مختاره. اما كل ما هتفرق وتروح لغاية العشرة، ده معناه ان انت هتاخد جمهور مش شبه الجمهور اللي انت مختاره، ابعد عنه شوية. طيب، الصح ايه؟ طبعا الصح ان انت تقرب من الصفر. تكريت كام جمهور؟ والله براحتك، عايز تكريت. انا عن نفسي بكريت جمهور اخري بكريت اتنين يعني، او اتنين او تلاتة. اللي هو انا دلوقتي ده الواحد في المية هيديني 292,000، من واحد لاتنين في المية هيديني برضه 292,000. اما بقى لو طلعنا من 3% هيديني 584,000 بني ادم، يعني دول اللي هو ايه، شايفهم ان هم مشابهين وفيهم نفس الصفات الموجودة في الجمهور الاولاني. فانا بالنسبة لي اصلا بكريت جمهور واحد في الاغلب الحالات، اهو انا باخد ده. تمام، مش بجرب على 2%، مش بجرب على 3%، طبيعي ان ده اقرب حد. طب امتى بجرب على 2%؟ امتى بجرب على 3%؟ لما اعمل سكيل. وانا بعمل سكيلنج هروح على 2%، اروح على 3%، واجرب ايه المشكله. انما في العادي لا، انا 1% حلو قوي، 2% اخري. تمام. وهنا بكري جمهور واحد، لو انا عايز اكري جمهورين اهو. اهو مثلا بقوم جاي اللي انا عايز جمهور كده، والجمهور التاني كده. تمام، ادي جمهور 1% وادي جمهور 2%. خلاص. بس وبقول له كرييت اودينس. طب الجماهير دي بعد ما انا كده كريتها صح؟ طب الجماهير دي بعد ما بكريتها بستخدمها ازاي؟ بستخدمها من جوه الكامبين. جوه الكامبين في مكان اقدر احط فيه الاودينس، سواء كانت لوكالايك او كانت كاستم اودينس. فانا حاجه اهو هنا ادوس على كرييت مثلا على سبيل المثال كاني حكايه حمله، اقول له انا عايز الكامبين دي سيلز عشان اوريك بس انت بتستخدم إيه. خلاص. اقول له انا عايز مانوال. هتروح على الاد جروب، هتنزل تحت. كاستم اودينس اهو. لو هدوس هنا هيظهر لي الكاستم اودينس اللي انا عاملها. هيقول لي انت عايز، يعني لو انا عايز كاستم اودينس فادي الكاستم اودينس اللي انا عاملها. لو انا عايز استهدف اللوكا لايك او الجمهور المشابه، فانا اقدر استهدف الجمهور المشابه من هنا. خلاص. بس ده من هنا، واقوم جاي ومكمل الكامبين بتاعتي والسيتنج بتاعتي عادي جدا. فانا كل اللي بعمله هنا ان انا بكريت كاستم اودينس او بكريت لوكا لايك. هرجع للنقطة اللي كانت سألت فيها دكتورة دنا، نقطة الميتا على السريع. نروح تاني على اودينس. طيب احنا كده فهمنا برضو بص يا احمد، ما اعتقدش ان احنا معانا وقت النهارده للسكيل. بس اديني ايه، اديني قاعد معاكم شويه لغايه ما نشوف بس ايه القصه دي. طيب خلينا نشوف بس الاول كرييت اودينس اهو. انا عايز كاستم اودينس، وهنا مش هختار حاجه من الحاجات اللي هي السورسز بتاعتي، فهختار الميتا سورسز. فالميتا سورسز عندي اقدر اختار مثلا الناس شافت فيديو معين، او ناس ملت فورم معين، او ناس عامله لي لايك، او ايا كان. خلينا ناخد مثلا الناس اللي شافت نسبه معينه من الفيديو. خلاص. نيكست. فهيبدا يقول لي مثلا ايه، تشوز كونتنت تايب. انت عايز الناس اللي شافت اول 3 ثواني من الفيديو، عايز الناس اللي شافت 50%، 25% من الفيديو، 75%. مثلا انا عايز حد شاف الفيديو بنسبه 95% على سبيل المثال. خلاص. طب بيقول لي طيب ماشي انهي فيديو بقى، فابدا اختار فيديو من الفيديوهات اللي هتظهر. طبعا المفروض لو هنا في فيديوهات، لا عفوا مش الصفحه دي. فمثلا خلينا نفكر في دي مثلا. هنا في فيديوهات اهي. انا هنا الناس اللي شافت 3 ثواني منه مثلا كانوا 476. فلو انا قلت له الفيديو ده، ومثلا والفيديو ده، والفيديو ده، انا اقدر اختار اكتر من فيديو. تمام. واقول له كونفيرم مثلا على سبيل المثال. فبيقول لي طيب اخر كام يوم، فانت معاك لغايه هنا بقى، هنا يبقى معاك لغايه 365 يوم. تمام. هتكريت الاودينس، هتقول له الناس اللي شافت، يعني انا عايز اقول لك انك تسمي زي ما انت عايز، الناس اللي شافت 95% من الفيديوهات دي، الفيديوهات بتاعت عجل التمرين. شايفين انا بتعامل ازاي؟ انا بكتب يعني الموضوع هنا عايز اكتب زي ما انت عايز. عايز تكتب ديسكريبشن اكتب عشان تبقى عارف هو ده ايه ده بالظبط، وبتقول له كريت اودينس. خلاص. الراجل كاريت برضو بيسألك نفس الأسئلة تاني، تحب أكريت لك منه لوكا لايك، ولا تحب تعمل إعلان، ولا تحب تكريت كاستم أنذر كاستم أودينس. فالموضوع كله إيه، يعني هو نفس الفكرة. أنت هتلاقي نفسك بتتعامل سواء أنت كريت بقى للفيديو، كريت
لو انت هنا هتكريت تاني اهو، في عندنا مثلا الفيسبوك بيج مثلا، نيكست. فانا هختار اهي، ادي الصفحه دي. فبيسالك بقى لو انت عايز حاجه من الفيسبوك بيج، خد بالك من اني واول برضو. تمام. عايز اي حد يتفاعل معاك، عايز اي حد زار الصفحه، خد بالك، عايز اي حد داس على كول تو اكشن في الصفحه، عايز اي حد عامل لك لايك او فولو دلوقتي، تستهدف الناس اللي عامله لك لايك او فولو. فانت بتقدر تختار اهو مثلا الناس اللي عامله لي لايك او فولو، خلاص. وبتسمي هنا الجمهور، الناس اللي عامله لي لايك او فولو، تقول له كريت اودينس. دي السورسز بتاعت ميتا. خلاص، بالنسبه اللي كان بيسال على سورسز ميتا، ان انت تكريت كاستم اودينس وتكريت لوكالايك. يبقى ريكاب كده سريعا، احنا اتكلمنا في ايه النهارده؟ احنا النهارده قرينا داتا مع بعض، اتكلمنا في الاوبتمايزيشن وازاي تعمل اوبتمايزيشن بناء على الارقام، وايه الارقام اللي اون فيسبوك وايه الارقام اللي تهمك اوت فيسبوك. انا نوعا ما الحاجات دي فيها تعمق اكتر من كده، بس هو الفكره اللي انا اعطيتك الهيد بوينتس اللي انت تقدر تمشي عليها. تمام. اتكلمنا عن الاب سيل، واتكلمنا عن الكروس سيل، اتكلمنا عن الكاستم اودينس، اتكلمنا عن اللوكالايك. فلو في حد عنده اسئله، يعني انا معاكم. طب نيجي نشوف بس ايمن بيقول ايه. طب افهم من كده ان لو عملت لوكا لايك للناس اللي اشترت وعملت اكسكلود، عملت اكسكلود للناس اللي اشترت، ده يعتبر نوع من انواع السكيل، ولا دي هبده من إيه؟ يعني انت تعمل لوكا لايك؟ لا، ما مش هبده. انت دلوقتي اللي انا فاهمه اللي انت بتقوله، ان انت عملت لوكا لايك للناس اللي اشترت، وفي نفس الوقت عملت اكسكلود للناس اللي اشترت، فده بالظبط ده سكيل، انت بتسكيل. فدي حاجه كويسه. طيب مش هبدأ، لا. نيجي للي بعديه، اقدر اعمل جمهور مشابه لصفحة غير صفحتي لصفحة منافسة؟ لا، لازم الصفحة تبقى انت صاحبها. طيب لو عايزة جمهور جديد غير اللي على البيج، بس لوكا لايك نفس نوعية اهتمامات الناس اللي عليها، فانت تقدري تعملي لوكا لايك منها. ما انت بعد ما بتعملي الجمهور، او حتى لو عايزة تعملي كاستم يعني لوكا لايك اهو، اللوكا لايك. فهو بيسألك عن السورس. فهنا لو انت عندك هنا ده السورس ده في اذر سورسز، في اذر سورسز. يعني هنا دي صفحة اهي، مثلا انا هفترض ان انا هاخد الصفحة دي، فهيقول لي طب انت سلكت اللي هختار البلد. طب انا عايز ناس شبه اللي في الصفحة دي، او ناس شبه، فهطلع لوكا لايك من هنا. تمام، ناس شبه اللي في الصفحة، فاقدر اعمل ده يعني، ما تقلقيش. أنا عايز خلاص. ها، حد عنده أسئلة تاني؟ طيب الإجابة وصلتك يا دكتور دنا؟ أعمل إعلان ما يتسجلش على الصفحة. كنت سألتيني السؤال ده تقريبا المرة اللي فاتت، الفكرة بتاعت الدارك بوست. طيب بصي، أنا الإعلانات أو البوستس أو الإعلان، يعني خليني أقول لك، الإعلان أنا أقدر أطلع بحاجة اسمها دارك بوست، وأقدر أطلع بحاجة اسمها إكزيستنج بوست. هرد عليك كده ثواني. دلوقتي أنا مثلا على سبيل المثال عايز أطلع بدارك، أو كان بين نعمل إيديت، أروح على ناحية الكرييتيف كده. طول ما انا ما حطيتلوش بوست، وما قلتلوش يوز اكزايتنج بوست من فوق كده، بص هنا كده في الاد سيت اب، هو بيقول لي هنا عندك كرييت اد ويوز اكزايتنج بوست. كرييت اد دي معناها ان الاد اللي هطلع بيه هيكون دارك. يعني ايه دارك؟ يعني مش هيظهر على البيج من بره، اللي هيدخل على البيج مش هيشوفه. تمام، بس هو مرتبط بالبيج، بس لو حد دخل على البيج مش هيشوفه. طب لو انا قلت له يوز اكزايتنج بوست، انا هنا في الحاله دي مضطر اختار بوست موجود في الصفحه. لو انا قلت يوز اكزايتنج بوست، فانا مضطر اختار بوست موجود في الصفحه او اكاريت بوست. تمام. انما الحاله الاولانيه هي دي الدارك بوست، الاعلان مش هيتشاف على الصفحه، بس هيطلع مرتبط بالصفحة، يعني اللي هيدخل على الصفحة مش هيشوفه. طيب أتمنى تكون وصلتك يا دنا. اوكي. لو شغال على نفس النيتش لكذا دولة، أخصص لكل دولة حساب؟ اه يفضل، مش فكرة حساب يعني، هو يفضل. بص أنا واحد من الناس بحب دايما حتة التقسيم. يعني أنا لو شغال على أكتر من دولة، أنا بحب يعني نفس النيتش لكذا دولة. والله يعني أنا بحب يعني افصل كل دولة خليها بحساب. بص هنا الموضوع، انا بقول لك ايه، انا بحب الموضوع راجع لوجهة نظرك انت. تمام. فيفضل ان لكل دولة بيكسل، لكل دولة حساب، بس مش شرط. يعني مش حاجة ضرورية، هي الفكرة بس اللي هو ايه،
انت بتنظم نفسك وبتنظم الداتا بتاعتك. الله يكرمك يا رب. طيب. ها، حد عنده اسئله تانية؟ لو محدش عنده اسئله تانية، انا معلش انا عارف ان السيشن بتاعت النهارده ما كانتش بنفس الليله بتاعت المره اللي فاتت وبنفس قوه المره اللي فاتت، بس اعتقد ان المعلومه وصلت بشكل او باخر. اتمنى اعرف منكم كنتوا استفدتوا بجد ولا لا برضو. الدارك بوست هل ليه ميزه؟ هو ليه ميزه ان هو ما يبانش للمنافسين، بس يعني سهل يتجاب. هي دي او في نفس الوقت ميزه ان انا مش عايز انزل بالاوفر ده للناس كلها اللي على البيج. عايز اخصص ناس معينه اطلع لهم بالبوست ده، فمش كل الناس عايزه تشوف. مش عايز تشوف الاوفر ده، يعني انا عامل اوفر مخصوص للناس اللي اشترت. فالناس اللي اشترت دي موجوده عندي على البيج، وفي ناس تانية ما اشترتش، فانا مش عايز الناس اللي ما اشترتش يستفادوا بالاوفر ده. فانا اقدر انزله لهم هم في الدارك بوست. دي استخداماته. طيب. آه اي ام تي اولى، بصي انا مش عارف انطق الاسم، بس الله يكرمك انا عارف انت بتابعه من المره اللي فاتت. انستجرام فيه كمان محاضره ليه؟ لا انا يعني من ناحيه ايه الانستجرام فيه محاضره، انا بالنسبه لي كده دون النهارده. الاد لايبراري، بس بيظهر في الاد لايبراري بالظبط، او الاعلان الدارك بوست بيظهر في الاد لايبراري. كانت ممتازه جدا، لو تقدر تعمل لها سيشن تانية تتكلم بتوسع اكتر واستفاضه عن اكتر قراءه الارقام وتحليلها، يبقى حاضر. حاضر، بس يعني هحاول باذن الله المره الجايه لو هنعمل سيشن، عشان في جزء احنا ما اتكلمناش فيه المره دي، هو السكيلينج. تمام. اوعدكم المره الجايه ان شاء الله لو فيها سيشن هتبقى الموضوع منظم عن كده. معلش هو انا مضغوط في الشغل الفتره دي، في حقكم عليا يعني. طيب. طيب سيشن جميلة فكرة، الله يخليك يا أحمد. محتاجين محاضرة لإعلان تيك توك أستاذ مصطفى، نشكرك جدا. أحاول، بس أنا يعني ما وعدكش بيها في الوقت الحالي، بس حاضر. محاضرة تعليمية من ناحية إيه؟ مش فاهم، محاضرة تعليمية على الانستجرام إيه بالظبط؟ هو إحنا اتكلمنا هي متى هنا شاملة الانستجرام وشاملة فيسبوك. قولي لي، أنا مش فاهم قوي بس بيس يعني. طيب. ما هي دي اعلانات انستا، ما اللي احنا شرحناه ده في انستجرام، وفي اعلانات الانستا ذات نفسها من جوه تقصدي، يعني ان انا من على ابلكيشن الانستا. آه ماشي، بس يعني ما هي موجوده هنا. احسن من الفون الانستا. بصي هو اغلب التجارب بتقول ان النتائج الاعلان محدش عارف السبب ايه، يعني انا لغايه دلوقتي ما اعرفش ايه السبب. بس نتائج الاعلانات اللي بتتعمل من على التليفون من على ابلكيشن انستجرام بتكون الطف من النتائج الموجوده على البلاتفورم. اه دي انا شفتها يعني، والناس كتير بتتكلم عنها، ومحدش عارف السبب ايه. تمام. فبسيطه يعني ما فيهاش اختلاف. عارفه الموضوع في الاعلانات او في الاماكن اللي هتعملي منها اعلانات، زي كأنك ماسكة تليفون شاومي وتليفون سامسونج، هو بس اختلاف مسميات، انما هو السيستم في الاخر اندرويد. طيب. حاضر يا حجازي، حاضر حاضر حبيبي، حاضر والله. هحاول باذن الله نعمل سيشن للسكيلينج، بس انا طبقا للبلان بتاعت اي كومبو هي عندهم حد تاني اعتقد هيتكلم في، مش عارف صراحه مين اللي جاي ورايا. تمام. بس هنحاول نظبطها باذن الله يعني، هنظبطها لكم. لو عملت ستور فيه أكتر من منتج وكل منتج ليه صفحة، هل كده صفحة المنتج تعتبر لاندنج بيج وممكن أشتغل عليها إعلانات لوحدها؟ لا، في فرق ما بين اللاندنج بيج والبرودكت بيج. عشان باختصار كده، اللاندنج بيج هي صفحة هبوط مخصصة للمنتج ده بعينه. أما البرودكت بيج هي صفحة للمنتج وكل حاجة، بس وارد يكون يعني يقدر يوصل من خلالها لمنتجات أخرى. اما اللاندنج بيج هو بيتكلم على منتج واحد بس فقط لا غير. اما في البرودكت بيج ممكن الاقي ريليتد برودكت تحت، ممكن الاقي يو كان اولسو واتش مثلا، او الاقي مثلا ان هو بيقول لك دايما ده بيشتري مع ده وده، يقدر يخش على الهوم بيج بسهوله. فاللاندنج بيج بتكون كوستمايزد اكتر على البرودكت بكل الفيتشر والبينيفيت اللي فيه، بكل المميزات وكل الفوائد اللي فيه. دون مع الأسف أنا النقطة دي لازم مع يعني يا تكلميهم في السبورت وتقولوا لهم وفروا لي حل فوري عشان أدفع، يا إما هي مش هتعرفي تدفعيها إلا لو معاكي كريدت كارد. طيب. الفيديو إيه الأفضل، الانستا ولا سناب شات في السوق الخليجي؟
وايه، ثانية، وريني البتاع تاني كده. و- تمام ماشي. تعالي هنا. طيب نيجي هنا، ايه معلش، ايه الافضل، انستا ولا سناب شات في السوق الخليجي؟ والله الاثنين كويسين. يعني انا من رايي ان السناب شات غالي اصلا. يعني سناب شات بس لما بيظبط بيبقى لطيف، بس هو في الاغلب هو غالي. يعني لو تسالني انستجرام، مع ان الناس هتقول عكس كده، بس انا بكلمك لان انا شغال في السوق الخليجي بايدي اليومين دول، فانا عارف انا بقول لك ايه، وبصرف ارقام كبيره، فعارف انا بقول لك ايه. يعني انا بالنسبه لي انستجرام افضل بكتير من سناب شات. طيب، مفيش طريقة أعمل بيها جمهور زي جمهور بيجي معينة؟ ما هو في حاجة زي دي، بس مش هنعرف نتكلم عنها حاجة يعني دلوقتي. في حاجات وفي برامج بتستخرج نفس الجمهور وبتاع، بس صدقني مش هتجيب لك الريزلت اللي أنت عايزها. فكك من الشو اللي بيتقال في الإعلان، فكك من اللي بيتقال في الإعلان، مش هتجيب لك الحاجة اللي أنت عايزها. اشتغل باللي قدامك وبالمتاح معاك، ده هيجيب لك نتائج أحسن. طيب في سؤال هنا، الفيديو من اول ما اتعملت وهي اعلانات مسج وريتش كده، هي بقت متعلمه تارجت للعملاء بناء على البوستات دي، صح؟ اه. بص لا مش البيج هي اللي، يعني الموضوع هنا في الاد اكونت. تمام، الاد اكونت بيتعلم على مستوى الكامبينز. لو انا بطلع كامبينز كونفرجن على طول، عشان النقطه دي تبقى واصله لكم، لو انا بطلع كامبينز كونفرجن على طول، فانا حتى لو طلعت بانجيجمنت مش هلاقيها بتجيب انجيجمنت بس، هتلاقيها بتجيب كونفرجن كمان. فده يدل ان الكامبين اصلا، او ان الاعلان الاكونت الاعلاني بيتعلم نوعا ما الحملات اللي عليه، يعني بيتعلم على مستوى الحملات. لا خطواتها هيبقى صعب يا دونا ان انا اعمل خطواتها، لان غالبا الكاستمر سبورت مش هتلاقيهم يعني دلوقتي في الوقت ده مش هيردوا عليكي، بس في الاغلب ممكن ابعت لك خطواتها. يعني ابقى اصور لك سكرين شوت وابعت لك خطواتها انك تكلمي الكاستمر سبورت ازاي، لان الكلام ده يعني هوريك الخطوات بتاعتها باذن الله، ابقى ابعتها لك. تمام طيب. في حاجه تانية؟ مفيش طريقه اعمل بيها، او خلاص بقى احنا اتكلمنا في النقطه دي. اتمنى ان انا اكون كنت ضيف خفيف عليكم، واتمنى ان بجد تكونوا استفدتوا من السيشن، وعرفنا نقرا الارقام، وعرفنا الكامبين امتى يعني ناخد قرار فيها بناء على ايه. ويعني اتمنى ولو اكون ضفت لكم ولو 1% يعني. بشكركم شكرا جزيلا، واشوفكم قريب باذن الله، سواء ان شاء الله يعني نطلعوا في كومبو او نطلعوا في حاجه تانية. ادعوا لي ان شاء الله ربنا يقدرني باذن الله، لو المحتوى عجبكم يعني ادعوا لي نكمل باذن الله، ولو المحتوى عجبكم ما تنسوش تشيروا اللايف بعد ما خلص عادي يعني. طيب، استاذنكم، تصبحوا على خير. كل واحد يلحق بقى يظبط حاله وصحوه ودنيته. السلام عليكم.